اعظم كاركتر اخر 30 سنه في الدراما المصريه، احسن شخصيه في مسلسل بالطو، ده احسن من البلطو نفسه. وبعدين هو ماله ومال الدكتور هاجر؟ يمكن خطيبته مثلا ولما شافني واقف معاها اتضايق. بس لا، البنت الطيبه دي بترتبط بواحد شبه النيش ليه؟ انا حاسس ان انا بقيت احسن لما فضفضت معاك، فمش هطول عليك اكتر من كده. شكرا على الشاي وعلى القعده الحلوه دي. أو اروح الوحده الصحيه منين هنا؟ برضو هتعامل انا. الفيديو ده عن عم محمد العظيم. مسلسل بالطو مسلسل يعني مختلف في حاجات كتير يعني، ويمكن برضو استعاد معايا شويه ذكريات بحكم ان انا برضو في المجال الطبي. يعني انا لما استلمت كصيدلي في وحده برضو كان يعني مريت بشبه الظروف اللي حصلت مع عاطف، وشفت برضو احداث يعني مع الطبيب اللي معايا بنفس الحوار، يعني اللي هو حظك بيبقى حلو ووحش لما بتجيلك الشغل بتاعك او التكليف بتاعك في مكان نائي في قريه مثلا. يعني انا التفاصيل دي بالنسبه لي ما كنتش مستغربه، يعني المسلسل بالنسبه لي كان يعني ايه بذكريات كده. انا بحترم جدا جدا الكرياتيفيتي في الكوميديا، ان انت تقدم لي كوميديا كفايه ابتذال، كفايه تكرار، كفايه هبل. يعني انت تقدم لي كوميديا تكون تعتمد على المواقف بشيء ساخر لذيذ. في مشهدين او هو يعني كاركتر، اعظم كاركتر في مسلسل بالطو. ما اعرفش في ناس هتتفق معايا، في ناس لاحظت المشهد ده ولا لا، بس عم محمد ده بيمثل شريحه كبيره جدا جدا جدا، نفسنا كلنا نلاقيها. يعني احنا بص 100 مليون نسمه، ال 100 مليون نفسهم يلاقوا 100 مليون زي عم محمد. عم محمد شخصيه عظيمه، عظمته تكمن في ايه؟ في بساطته. انت لما بتكون الدنيا فوق دماغك شايل هم الدنيا، لما يكون بص يعني عليك فلوس، ظروفك متكحوده، خرجت ومش لاقي شغل، شايل هم الدنيا، عايز تتجوز مش عارف تتجوز، مش عارف تجهز بيتك، مش عارف يعني اترفدت من الشغل ومروح البيت فمش عايز، يعني عايز تفصل مع ايا كان نوع الهم اللي بينزل على كتافك او على دماغك، بتبقى عايز توصل لمرحله ان انت تفضفض بس، ان انت تحكي بس. ودان، يعني انت عايز ودان بالمعنى الحرفي. يعني احنا كلنا نفسنا في الودان دي. عم محمد مش بص يعني المشهد عظيم، من الكادر عظيم. يعني انا لو قعدت اقول على المشهد ده او المشهدين اللي فيهم محمد ده اعظم ممثل شفته في حياتي، لدرجه من كتر التمثيل، من كتر المصداقيه ما تقدرش تقول ان ده بيمثل. مش عشان هو ما عملش حاجه، يعني هو ما قدمش حاجه او ما قالش حاجه، لا، ان هو يعني يا اخي اخبروه انه مجرد تمثيل، ليس عليه ان يتقن الدور الى هذا الحد. هو ده بالظبط اللي انا عايز اقول لك عليه. عم محمد اتقن الدور لدرجه ان انت ممكن تصدق فعلا ان عاطف كان بيصور المشهد وكان خلاص يعني يقفلوا المشهد على انه مفيش عم محمد، فهم معديين تمام، فاكتشفوا الشخصيه دي فقال لك بس ستوب، روح للراجل ده اقعد معاه، هناخد لك كم لقطه كده او كادرين ثلاثه وهنضيفهم، بس ما تقولوش ان احنا بنعمل مسلسل. انت روح احكي له وفضفض له عن حياتك واحتياجاتك وبس. فيعني مفيش حاجه تاني، مفيش يعني انت تتخيل معايا ان مفيش حل تاني للمشهد انه يطلع بالعبقريه دي غير كده. ان عم محمد ده احنا عايزين منه كتير، احنا عايزين نستنسخ عم محمد. انا لو في حياتي عم محمد والله لا يا ابني بص، حاجه اخر كل شهر اديله المرتب، مش عايز منه حاجه، هقول له يا باشا عم محمد اصرف عليا. حرفيا الراجل ده يعني انت عايز حد زيه، اللي هو انت تحكي له بس ما يقولكش رايه، ما يدخلش معاك في حوارات، ما يقولش بس انا رايي والله يا اسطى، بس ان هو ويقعد بقى يفتي في حاجات ويدخلك في حوارات تانية ويشيلك هم جديد. او تقول له يا عم محمد والله انا شايل الطين عشان 1 2 3 4، زي ما هو مثلا بيقول على هاجر انها والله انا كنت متضايق انها نفسه يقرب لها، نفسه تحس بيه، نفسه تبادلوا نفس المشاعر. ما جاش بقى قال له والله مش اكتر مني والله يا صاحبي، انا زيك برضو، البت ساره مبهدلاني ونفسي اقول لها كلمه، والواد مش عارف مصطفى بيحبها وهي كرفالي، وهو مش عارف بيحب ندى. انت فاهم اللي هو يسحلك في حواره. لا، انا عايز حد يهتم بيا اهتمام اللي هو بص، الاهتمام اللي هو المزدوج، اللي هو ايه، تحس ان هو كارف لي، عايز شويه ويفهم يتف عليا، بس في نفس الوقت بيقول لك بص يا عم خد وداني وسيبني، انت خد الودان وسيبني في امان. فانت عايز الشخصيه دي. كل واحد في حياتنا، يعني كل واحد فينا نفسه في حياته يبقى في عم محمد، تروح له تفضفض له، تحكي معاه، تقول له كل اللي جواك، ما يقولكش مش اكتر مني والله، ما يقولكش ده انت ما سمعتش، ده انا هحكي لك، ما يقولكش طب يا صاحبي انت جاي تصدعني وانا ناقص، لا خالص.
يعني اللي هو عارف انت صاحبك اللي تقول له مالك فيقول لك مفيش، هي دي. ده لذيذ، بس انا مش عايزه يقول مفيش بقى، يعني انا مش عايزه يتكلم. عم محمد بص، في وضع عايزين نعمل وضع كده زي الاوضاع بتاعت الموبايل، وضع الطيران، ده وضع الطيران بتاع البني ادم، وضع الطيران بتاع الانسان، اللي هو بص انا ما لا بستقبل مكالمات ولا انا حته حديده، انا حته حديده. الموبايل بيعمل كده لما تحطه على وضع طيران. انا عايز بقى عم محمد، او عايز كل انسان يبقى وضع طيران عم محمد. عم محمد ده احنا لازم نهتم بيه والله العظيم. يعني انا عايز ابعت رساله للرئيس اقول له يعني عم محمد ده مشروع قومي، نكتر منه على قد ما نقدر، يعني هو والكباري يبقى الاثنين. فانا شايف انه عم محمد ده لازم يتدرس في الجامعات، لازم يتدرس في الجامعات، يبقى ميم، بدل ما احنا بنجيب كوكس البابا وبنستورد ميمز. عندنا كاركتر، عندنا ايقونه، عم محمد ايقونه. فعم محمد ده بيقول لك ان لسه الدنيا بخير، وبيبص لك والرياكشنات. يا اخوانا بصوا على الرياكشنات، انا عايزك تركز معايا. بيديك ان هو مهتم، بيبيع لك ان هو مهتم، فانت بتشتري فتبدا تحكي. بس ما بيقعدش بقى يقول لك بس انا رايي، بس انت لو عملت، ما بيجودش. ليه؟ لانه عارف انه في الاخر هيصدع نفسه وهتلبس في الحيط وهتيجي تمسك فيه هو على ايه ده كله. لا انا راجل شايل همي، وهمي ده اللي هو مش عارفه اصلا، اللي هو مش عارف اروح اصلا. يعني انا تمام هنا، انا اتزرعت خلاص، انا طالع من الارض. انا لما هموت هيحملوا حفره على تحت رجلي ويحطوني فيها ويردموا. موضوع سهل وبسيط. ولو خدت بالك هتلاقي في المشهدين بينوع. يعني المشهد الاولاني بيشرب شاي، المشهد الثاني بيشيش، تحس ان هو يعني ايه، الاربع حلقات الفاصلين بين المشهدين دول كانوا مثلا ايه، فيمتو سكند، فاهم؟ يعني مع ان هو سنه ضوئيه بالنسبه لنا احنا كبني ادمين، بس هو جزء من الثانيه، اللي هو بص يا دوبك ما بين حطت الكوبايه ورفعت الشيشه خلصت. يعني هي دي بالنسبه الحياه بالنسبه له اكشنين، وبتدور الحياه في النص. فعم محمد ده مثال يحتذى بيه. انا لحد دلوقتي انا والله انا الراجل ده يا لهوي، الراجل ده لو فعلا كاركتر حقيقي في الحياه. وفكره انك توصل للليفل عم محمد ده، هو محتاج منك تركيز ومحتاج منك مجهود ومحتاج، لا مش محتاج منك مجهود، هو مش محتاج منك مجهود، مش محتاج منك اي حاجه، هو محتاج منك بس تطريها وتهويها وتعريها، يعني دماغك قصدي. بس انت مش عايز حاجه. عم محمد ده انا لو اتكلمت انا ممكن اتكلم ساعه الا ربع على عم محمد. ولما المشهد الاولاني وشوف المشهد الثاني، ولما بيساله بيقول عاطف، بيقول له طب انت شايف ان انا يعني زودتها؟ طب انا حسيت، شوف الجمله بقى اللي في الاخر، الماستر سين بتاعه المشهد. قال انا حاسس اني ارتحت اول لما اتكلمت معاك، انا حاسس اني فضفضت. بس يا باشا بيقدم لك العلاج، بيقدم لك الحاله الكيس، وبيقدم لك العلاج، وبيقول لك ادي روشته يا باشا، روشته برضه فعلا ما فيهوش هزار. فاحنا لو هنتكلم، انا كنت عايزك يعني لو هنتكلم مثلا عن مسلسل كفكره وكتمثيل كبساطه وسلاسه في المسلسل، عظيمه يعني. لكن عم محمد ياخد اوسكار افضل ممثل. صامت ادى اللي عليه وزياده. الراجل عمل الصح جدا. انا بقول لك لو احنا في حياتنا عم محمد، تخيل بقى اصحابك، صاحب انا عايز في موضوع ضروري عايزك، لا ومش هتصل بيه ويجي، لا ده انا بروح الاقي على حطه ايدي. انا على فكره الفتره الاخيره بقيت بعمل، يعني انا بقيت مشروع عم محمد صغير. انا قبل ما الراجل اتفرج عليه، يعني انا حبيته ليه؟ لانه حسيت ان في حاجات مني، هو بص حط ايده على حاجات ناقصاني حرفيا. يعني في حاجات كانت كده كانت ايه، في كام تقفيله كده هو الراجل ظبطها. انا لما حد بيقعد معايا بديله ايحاء بان انا معاك وش حرفيا، وان شاء الله وربنا يصلح حاله، ايوه، وتديها وبص وتنوع عشان ما يملش ويحس ان انت فاكسه، وانت اصلا انت بتفكر الحاجه طبخه ايه النهارده، فاهم؟ بس اللي هو بتديله بتبيع له، وايوه تمام والله بص، وتبدا تعيد الكلام تاني اللي هو بيقوله، وتجيبه من اليمين للشمال ومن الشمال عشان تديله اهتمام وتحسسه ان انت معاه، عشان يجي هيسالك، لانه هيجي في النص ويسالك. امتحانات اللي هي بتاعت امتحانات الشهر دي بتاعت ابتدائي، هيسالك كويز كده، يديك كويز عشان يعرف انت معاه ولا مش معاه. فانا كنت بقى ايه، بص ببيع واشتري، وتعيد السؤال تاني وتعيد له الكلام، وتجيب اخر جمله وتلضمها وتقول له بس اصل انت كنت غلطان، بس انت صح، انا معاك في الحته دي. ودايما تقول له انت صح، لان انت لو قلت له انا مش معاك هيقول لك ايه اللي مش معايا، ويبدا بقى يزنقك، فتعترف. فلما تعترف يعرف ان انت ما كنتش معاه. فدايما خليك مع، اشتري منه جدا. فعم محمد بقى عمل اللي انا ما عرفتش اعمله. انت لما بتتكلم كتير بتغلط، قال لك ايه، كل ما الانسان بيتكلم كثير تكسر اخطائه، دي معروفه قاعده حكيمه يعني. فهو الراجل ما بيتكلمش، اللي هو رياكشنات، فتحس ايه ده، يعني انت مهتم يا عم محمد، يعني انت معايا، يعني انت الموضوع فعلا شغلك. لا هو ممكن يكون مثلا شاف دبور مثلا على عينه، فاللي هو بيقول له خلي بالك. يعني اكشنات تحتمل 100 معنى، وهو ده المطلوب.
احنا عايزين عم محمد ده جدا يديك الايحاء بانه هو ومش بص، هو مش بيحسسك ان انت غير مرغوب فيك، لا اقعد يا باشا معاك بالست ساعات، بالست ساعات خد راحتك، وانا مش هقوم من مكان، مش عشان حاجه، عشان انا مش عارف البيت، انا وصلت لسن الزهايمر مبهدلني، فانا معاك للاخر. المسلسل لو مش 10 حلقات، لو 30 حلقه انا معاك والله، لو هتكملوا انا معاكم، لو في جزء تاني انا معاكم ودوري موجود. الموضوع ممكن يتاخد على انه محمل السخريه، بس حرفيا يعني بعيدا عن السخريه، الشخصيه دي مهمه جدا في حياتنا ويا ريت تكتر. وتحيه لعم محمد جدا جدا، ويا رب عم محمد تشوف الفيديو ده مش تعرف ان انا من معجبينك ومن فانزاتك الكبار جدا. فبس فانا ده اللي يعني انا كنت مبسوط من مسلسل بالطو جدا، كنت حابب المسلسل جدا وحابب شخصيه عاطف، ومبسوط جدا بعصام اللي هو البطل، لانه لما سمعت قصته صراحه حد يعني جابها من تحت، اتكحرت كحرتها فظيعه، فانا بحب جدا الكاركترات اللي زي كده. وعجبني التيم اللي هو ان هو لطيف خفيف كده، كوميديا بص رايقه يعني. انا في الفتره الاخيره يعني ما كانش حد بيعجبني خالص غير محمد سلام، بس محمد سلام فقط. ان المسلسل كفكره وكتنفيذ وككل حاجه جامده، واللي اجمد واللي فعلا قفلوها قفله صح ويستاهلوا عليها الاوسكار عم محمد وكاركتر. الناس دي عامله الكاركترات بمخمخه، يعني هم حرفيا وهم بيعملوا الكاركترات كانوا بيشدوا مع عم محمد، ملهاش حل ثالث. فانا يعني شايف انه الراجل ده يا اخوانا ثروه قوميه، مش هتكلم تاني. عم محمد اعظم كاركتر اخر 30 سنه في الدراما المصريه، واحسن شخصيه في مسلسل بالطو، ده احسن من البلطو نفسه. بس كده يا اخوانا، ولو الفيديو عجبكم يعني وحسيتوا ان كلامي فعلا صح، اكتبوا لي ده في التعليقات. فعلا ده عم محمد فعلا عندك حق، ويا ريت فعلا احنا محتاجين ناس زيه، ولا انا بس اللي عندي جفاف عاطفي من الناحيه دي، اللي هو ان انا محتاج حد فعلا يبقى زي عم محمد، وكلكم عايزين اللي يرغي ويقول لكم مش زيي ومش لوحدي والله، مش لوحدك والله وانا زيك والكلام ده كله، وعايزين حد ياكل ودانكم يعني. بس